السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب كيف تكونوا الحال؟ بخير ان شاء الله. ها هاك تعبت والله. شو تعب النهارده بمعنى الكلمة. انا دخلت نمت ما قدرتش خالص. هو من الساعة 3:30 ولا 4. لا، من الساعة 2:30 كده لغاية الساعة انا دخلت نمت من الساعة 1 لحد الساعة 6. لقيته لقيته اللي بيصحيني اقول له قوم اعملي يلا الرز. الرز. احنا بنقول عليه هنا رز الطباخ، لكن هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن شعرية ولسان عصفور وكبد وقوانص. أهم حاجة اللايك قبل أي حاجة. قلت لكم الاشتراك المشترك الاشتراك يا جماعة، ويعني شيروا لنا القناة كده بصوا بقى يا حبايب قلبي، احنا عندنا هنا ده متعارف عليه هنا في الافراح. متعارف. حلو متعارف دي. شايفين؟ يبقى كده ويبقى عليه بقى كبده من بتاع البهايم، ماشي. لكن انا بصراحه حط عليه كبد وقوانص، بيبقى طعمه رهيب. والله طول قوي يا جماعة، بتقعد تاخد وقت قوي ما تقعدش تشرح لكم وأنا جعان. تيجي في الوقت بقى الصعب عملت ده. بقى اللسان العصفور ده والشعريه وعملت السلطه وده بدنجان وطحينه يا ومخلل، بنتي جعان. وديت بقى ايه، عصير مانجا. تعالوا بقى نشوف احنا عاملين مشاوي ايه النهارده. النهارده اليوم العالمي للمشاوي. عاملين جميع انواع المشاوي، عاملين فراخ، عاملين كفته، عاملين لحمه، كل ده مشوي. وشوينا برضو بصل وطماطم وشطه وفلفل. بقول لكم النهارده اليوم العالمي للمشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. عشان خاطر ايه، لسه الحاجه برضو سخنه زي ما هي. الحاج بقى عمل ايه، جاب الشوايه وحط عليها الحلل كده بالسلوفان، تفضل بقى سخنه على طول. اديني بقى وسيب المد بتاع كده. بسم الله أنا عايز الرحمن الرحيم. استنى اما نصور الحاجه الاول يا ابني، وانت في ايه؟ لا اله الا الله. رشاد عندنا الناس بتقعد تقول عليك طيب مالكش حال. بس كفاية يا أمور، احنا هناكل ده كله. ناكل ندخن كمان ونربرق. بسم الله الرحمن الرحيم. دي لحمه بقى مشويه، الحاج بصراحه كان نفسه فيها. صلحت له النهارده كيس وتبلناها الصبح، وتبلين الحاجات دي كلها من الساعه 7 الصبح. اللحمه والكفته والفراخ متبلينها من بدري بصراحه. بسم الله. الفراخ بقى دي خش بقى على ايه؟ شايفين الشوي ولات. قلت له انا هشغل لك الموضوع النهارده. بصراحه هو تعب النهارده، هو اللي شاوي كل حاجه. انا بقول لكم دخلت نمت، كنت ما نمتش بقى، كنت مطبقه كده وما نمتش. قلت بس عينيا بقى كانت خلاص، النوم جه بقى. قلت له انت جيت، يلا يا اخويا انت جيت يا رمضان. انت جيت رمضان، يلا بينا يا رمضان. ما قدرتش والله، ولا حسيت بقى شوى ولا ما شواش، ما حسيتش انا بالكلام ده خالص. انا عايز تبقى ايه مزاج بقى. المزاج عندي الشوي ده على الشوي بالي. عندنا الشوي ده بالنسبه له ادمان. مع نفسي بقى كده، وقعدت بقى ايه، والشوايه بقى والترابيزه، وقعدت بقى مع نفسي بقى ايه. ما شاء الله احنا عاملين اكل ياما يعني بقى. ايه، احنا عاملين ما شاء الله اكل ياما. عشان احنا صرفة حاجه ان شاء الله. والله العظيم يا جماعه، شغل مطاعم من الاخر، شغل فاخر من الاخر. شايفين دي الدبوسه اهو، شايفين الشوي. دي لحمه مشويه، انا كنت متبلاها بصراحه من الصبح. وادي الكفته، احلى طبق مشاوي يستاهل. احلى طبق مشاوي يا عم، مشاوي. ادي صوره يا ابني. احلى طبق مشاوي يا عم، مشاوي. ناكل بقى، هناكل يا جماعه. هتغدى بسم الله معايا. الرحمن الرحيم. بصراحه الاكل يستاهل بقكم النهارده والله بجد. دو كده هو يا جماعه ده الاول كانوا بيعملوه في الافراح ازاي بقى، ده اكتر حاجه مشهوره عندنا في الافراح. بقوا بيعملوا دلوقتي رز بسمتي كمان معاه، ولكن هو ده لازم برضه بيتعمل عندنا هنا في الارياف. وبتسقي بقى من الشوربه بتاعت اللي هي الذبيحه اللي هم دابحينها في الفرح. يعني لو دابحين خروف او دابحين عجل، الشوربه بتاعته اللي هم بيعملوا بها بيسلقوا بها اللحمه
بيسقوا بها الايه، بيسقوا بها لسان العصفور. كان الاول انا افتكر ايام فرح اخواتي كانوا بيعملوا ازاي بقى. كانوا بيجيبوا رز ويحمروه. هذا ايه الطبق اللي بتاع العيش ده؟ ايه ايه مثلا سلام. كانوا بيجيبوا رز يا جماعه، رز من اللي هو اللي في البيت ده، ويحمروه. مع نفسك انت بقى وبعد ما يحمروه واشرح براحتك خالص على الاخر. انا حاسه ان انا مش هلاقي حاجه وانا بتكلم لا مش معاك. هتلاقي. حاسه يعني احساس. المهم ايه، قولوا معايا، يحمروا الرز ويحمروا لسان العصفور والشعريه، يا سيدي. وبعد كده يضيفوا كل يا ده على سيدي. بعضه ويتبلوا بقى الحاجه. واخدين بالكم معايا؟ فيقوم بقى الايه، لسان العصفور او الرز ده لازم كان يتحط عليه الرز الاول. واحده واحده الرز ده اتلغى وبقى عباره عن شعريه ولسان عصفور. كان اللي مشهور اكتر هو هنا الكفته. اليومين دول بقى يعني اللي هو الرز البسمتي. ها؟ ها؟ لا برضه بيتعمل، لازم يتعمل. هو في رز بسمتي يعملوا ده كمان معاه. فراخ بقى يا جماعة، الحمد لله تتبيلة الصبح رهيبة رهيبة كده. البصل بقى المشوي دوت بالشطة ودي الدلوقتي. عشان ده عندنا بقى عيش مع المشويات دي عيش. الأكلة دي تستاهل بقكم بجد يعني، رهيب والله رهيب. النهارده الصبح بقى انجزنا بقى، مكانش عندي توابل مفرومة، كان عنده محطوطة في الفريزر. رشاد بقى يحمصها، الفلفل الاسود يحمصه كده يديله تحميص على البوتاجاز، وانا وراها بقى شغاله بالكبان الفراخ. بتاع اسمه الايه، الكزبره. اللحمة دي دايما بتشد لي مش عارف مني. ها؟ ولا هي دي طريقة دي شوية. انت عايز تقطع بقى اجزاء كده بالسكينة. الكزبره نفس الحكايه بقى يحمصها وانا افرم وراه. المهم انا كانت واقفه كده، قلت له بما ان احنا عندنا رشاد بسم الله ما شاء الله شويه توابل حلوه، انت ما تيجي نفرمهم هما كمان. قال لي هتفرموا ايه؟ قلت له ماشي. انت جايبه بقى الفعدان وورق لوري وحبهان وقرنفل. جميل قوي. خلي بالكم معايا، الفعدان، القرفه اللي هي بتبقى عدان دي، وورق لوري وحبهان وقرنفل. قمت جاي حطاهم ومسكهم هو بقى عملهم قول معايا حمصهم على البوتاجاز، وقمت جايه واخداهم في الكب في البتاع اللي بتفرم ال قولوا معايا اسمها الايه بتاع الخلاط دي، المفرمه. تضحك يعني انت عندك وقت تضحك. المهم يا جماعه قمت جايه فرمهم بقى، بتاعتهم تاخدوا منهم ربع معلقه تقلب الدنيا خالص. انا حطيت منها بعد ما كان رشاد بقى تبل الكفته والفراخ واللحمه، قمت جايه بقى جايباهم وحط عليهم ربع معلقه من كل حاجه من دي. بتاعه دي يا جماعه رهيبه رهيبه بمعنى الكلمه اقسم بالله، وريحتها نفاذه قوي. ما تكتريش منها، لو جربتيها ما تكتريش منها. حطيت منها بقى ربع معلقه على رز الطباخ ده، يا لهوي. هو متعرف عندنا باسم رز الطباخ، عشان لو قلت هو رز الطباخ هو اسمه كده، لكن هو ما فيهوش رز اصلا. بجد شوية مشاوي انسى عنه. والله تستاهل بقى. تبلت بقى اللحمه الزنهي والفراخ، اللحمه والفراخ تتبيلتهم واحده.
جبت بصلايه، طماطميه، وقرن فلفل، وجبت بقى اللهم صل على محمد صويا صوص، شويه من دبس الرمان، وشويه بقى البهارات اللي انا بقول لكم عليهم دول، ملح وكمون وفلفل وكزبره، كل ده متحمص لسه فريش. قمت جاي حاطه عليهم بقى شويه من اللي انا قلت لكم عليهم، اللي هو الحبهان والقرنفل دول، شويه كمان. ورحت جايه حاطه، كان عندي بهارات لحمه، حطيت منها نص معلقه، وقمت جايه بقى الحاجات دي كلها خلطها مع بعض، وشويه من الزيت، حاجه بسيطه، الزيت برضو بيدي للمشاوي طراوه. يا لهوي يا جماعه. خلاص انا اكل بقى وبعدين أنا بتكلم انا ماشي. كملي انتوا فيديو كلام. اوكي. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ الجوز بيطلع كده مش عارفه في ايه. انا بقول لك ايه، بكمل انا وراك يعني ايه، تاكل انت وكمل انا في الكلام. لا يابا اوعى تشغل نفسك، ما لا تشغلش نفسك بالكلام ده. لا 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 لا، الله يجزاك الله خير والله. تشغل نفسك وتتكلم مع المشاهدين، هتبقى اليوم هتقوم في حاجه ولا ايه؟ ترجع تقول لي انت ما اتكلمتش في الفيديو قاعد تاكل. هو انت فاضي؟ تتكلم، لا اله الا الله. هم خدوا عليك خلاص. انا فكرك هتقول حاجه، هتشرح حاجه ولا حاجه. لا يا باشا اكتب لك انت الشرح يا باشا. اشرح انت. انا لقيت مش فاضي والله. لو عملت زي رشاد جوز هيبقى اسمه الفيديو الساكت، عشان يتكلم. فيديو الصامت. الصمت، رشاد ما بيتكلمش في الفيديوهات، بيبقى مركز يقول انا اكلت اللقمه ديت دلوقتي فيها غموس كذا كذا كذا، اللقمه اللي بعد كده يبقى فيها غموس كذا كذا كذا. ده بيتكلم كله في الاكل. بقاله 3 ايام قاعد اجازه، وبصراحه ربنا بيريحني. تبقى عامله احتفاليه بقى. والله ببقى عايزه اخد من الشغل غلط. ريحه الشوي يا جماعه بجد بتملى البيت كده جميله. انا كنت بقول والله العظيم ابعتهم يتشووا بره. يعني عندنا حد هنا جنبنا بيشوي كده، قلت له ودوهم يشووا بره، قال لي طب والمزاج؟ انا مش هاكلهم بمزاج كده. اللي انا قاعد اجازه بقى هعملهم انا. راح اشترى فحم ووضب الشوايه وعمل، بص والله العظيم ما قاعد طول النهار بسبب الشوي. لا عنده مزاج، عنده مزاج الشوي ده، ما ادمان. انا قلت له مع نفسك بقى، حب اللي انت عايزه. ورحت جايه واخده بعضي ونام. ونام. ما حسيتش بنفسي والله. قال لي ما بقول لي قوم الساعه 6 عشان تعملوا الرز. انا شفت نور. سلام. والله. الشطه اللي جايباها المره دي حريقه قوي بصراحه. بس انا في البهارات اللي انا عاملاها ديت قلبت الموازين، قلبت الموازين خالص. جميله بجد يا جماعه. بس البصل ده متشوى كمان بقى جميل. كل حاجه بتبقى جميله طالما اتحطت على الفحم. انا بقى يعني اكل وانا باكل كده بدلع، مش جعانه قوي. ليه بقى؟ بصراحه الساعه 1 قبل ما انام كنت عامله شكشوكه. شكشوكه اللي هي ببصل بطماطم بفلفل ديت على بيض. كنت جايه واكله
مرة بطني قايمة من النوم بقى، مش جعانة الجوع يعني اللي هو ايه. انا بقى ما رضيتش ايه امد ايدي على حاجه وانا بشوي، ليه بقى؟ مم. ما رضيتش اروح خالص، قلت أصل انا لو عدت انقنق كده يعني اكل صباع كفته، اكل حته لحمه، مش عارف ايه، مش هاكل، هشبع بقى. بس انا لو منك كنت كلت. هو نفسي ايه يا عم؟ ما هو مش عارف اكل بقى. النقنقه دي والله انا بحب انقنق قوي يا جماعة. لا لو لو الحاجة على نقنقت كده ما اعرفش اكل بقى خلاص. الشوي بالذات، لو حاجة بتتشوي انا اقول صباح كفتة ارجعها، انا اقول حتة الجناح ارجعها. لا بجد. شايفين بقى الطماطم المشوية دي اه ما شاء الله طعمها رائع. والبصل المشوي ده تبقى عسل. بس انا بصراحة اما اروح عند الحاج واجي بقى عند ابويا، تقعد بقى تقطع الاخضر واليابس هنا بقى. لاني لسه صاحي من النوم، اما بصحى من النوم ما بعرفش اكل قوي. انا لسه هروح ابص على الحاج بقى واجي، اما اجي بقى ايه تكون قاعد. اكون جحت بقى. لان احنا بنيجي من هناك بقى براحتنا، بنيجي الساعة 10 11 12 وقت ما ايه ما السهرة تاخدنا. انا كده بنسيب الاكل زي ما هو كده يا حبايبي، ما بنشيلهوش. انا كده تمام. انت اتكلمت في الفيديو نتكلم بقى، نتكلم بقى يا جماعه. عشان تقول تمام ومش تمام، نتكلم بقى، وانت خليت حاجة لا اله الا الله. ما نتكلم بقى. نقول ايه بقى؟ تقولش حاجة. ليه؟ لا ما تقولش يا اخويا. نبدا نتكلم بقى. هنا حتة فرخة وهنا حتة لحم شيء. مش كده. لازم الكل ياكل، لازم الجسم كله ياكل مع بعض. نتكلم بقى، نقول ايه بقى؟ بصراحة ربنا يا جماعة الراجل ده ما عادش ينفع يتصور معاه. الراجل ده يجنني. يعني بصوا يا ترى كله كده؟ كل الناس كده يا جماعه ولا انا لوحدي بس كده؟ في الاكل مش عارف، في كل حاجه. يعني محدش عنده الكرش ده رشاد في جمهورية مصر العربية. عشان انت بتركز في الاكل. عارف لو انت ما بتركزش في الاكل وبتاكل كده اهو سريع سريع وخلاص ما كانش طلع لك الكرش ده. انما هو يا جماعه بيركز بيركز الراجل يعني بركز. يعني عنده بصوا التفكير ده. خلينا ناكل تاني. يا حسن. يعني بصي حاولي تعملي اي حاجه. ما اعرفش اقعد قدام الاكل والله. مش عاوزك ده ابدا. ادمان ان الاكل ده ادمان. ربنا يسترها علينا يا رب. حطوا لايك والاشتراك اللي ما اشتركش، حاجه لايك. واكتبوا لنا كده في الكومنتات الافراح عندكم بتعملوا في يعني الاكل فيها متعارف بيتعمل في ايه بالظبط في كل بلد كده. اكتبوا لي ماشي حبايبي اللي بيتابعوني من البحرين ومن الجزائر ومن تاني عشان ما انساش، ومن اللهم صل على محمد، ومن السعوديه. ربنا يديمكم نعمه في حياتكم. اكتبوا لي كده في الكومنتات انتوا الافراح عندكم بتعملوا فيها اكل ايه بالظبط، لان احنا هنا وعندنا في الافراح اللحمه بتنسلق وممكن يحط عليها صلصه او ممكن يعملها لك منابات كده من اللي هي مسلوقه كده، يحط يبهرها وخلاص. بس احنا طلع عندنا الايام دي بقى سيروا بقى ايه ان هو بقى في مشاوي يعني ايه. لا بصوا بقى اللي طلع جديد فعلا على رأي رشاد ان اهل العريس بيجيبوا فرن عيش، الفرن اللي هو متحرك ده احسن. المهم الله العظيم هين عليش اللي على دماغي وانا بتكلم يا اخي. المهم يا جماعه اشرب منك. بيعملوا بقى الفرن ده ويعملوا كفته او يعملوا كبده او يعملوا لحمه مشويه. الحاجات دي كلها ده بقى بيبقى مشويات سهله كده ومبقاش فيه رز. ده في ناس بتعمل كده، وفي ناس بقى اللي هي بقى ايه ماديا يعني مبسوطه تروح جايه بقى عامله بقى رز من ده ورز بسمتي ولحمه. دي ساعات طواجن اي طواجن بقى، بصل وطماطم بفلفل فيه لحمه او بسله فيها لحمه.
او ساعات بيعملوا طواجن مكرونه بشاميل. احنا بصراحه كان عندنا يعني من حوالي 10 15 سنه كان الاكل فعلا في الافراح كان مصيبه سودة. ليه بقى؟ كان بيبقى فيه كل حاجه، يعني كل ما تتمنى تلاقيه هناك. كنت تلاقي الطواجن ديت، وتلاقي المكرونه بشاميل معموله، وتلاقي الرقاق. والله العظيم بيبقى فيه رقاق. بيبقى فيه اللهم صل على محمد، الرز الاصفر ده، والرز اللي هو لسان عصفور ده. وكان بيبقى بصوا غير الكفته، غير المنابل اللحمه، غير ان بيحطوا على الرز ده بيحطوا عليه كبده من اللي هي بتاع البهيم المذبوح، او وبيحطوا على البسمتي مكسرات، وساعات بيقطعوا عليه حتت لحمه. على البسمتي بيقطعوا عليه حتت لحمه. صح. ف ماشي بدوق اهو، بدوق اللي انت بتقوليه ده. والله المهم والله انا لما بطلت الفيديو اقسم بالله الدنيا هتخلص وانا ما اكلتش. يعني اعمل اكل ياما كل حاجه، بس انا خايفه عليه والله. رشاد عندنا باكل ما بعملش حساب، ممكن بعد ما اكل مش عارفه اخد نفس ازاي، مش عارفه اخد نفس. الله المستعان. فما تنسوش في الكومنتات تكتبوا لي كده الافراح عندكم والعادات والتقاليد الجميله كده في كل بلد. حطوا لايك واشتراك لو ما اشتركش. الله يك. ربنا يديكم نعمه في حياتي. والى اللقاء. باي باي. معقوله تقدر تكتب؟ لا خلاص بقى، ده مشاوي. حاجه خفيف.